بتحبي تامر عاشور؟ بحب المغنيين عادي، بيبقى نفسي اروح اشوف واتفرج والكلام ده، بس هي خلاص هي قالت لا يبقى لا. عمرك ما رحتي حفله؟ لا ما رحتش حفله ولا رحت مثلا سهره ولا الكلام ده، ولا جربت بصراحه، بس انا كان نفسي، بس خلاص هو لا. يعني انا مش نفسي اللي هو نفسي، هو فضول، عشان انا بحب الدوشه وبحب المزيكا وبحب مين اكتر واحد تحبي تروحي له حفله؟ بهاء سلطان، تامر عاشور كده، بس هي وماما مش راضيه خلاص. ذوقك طربي برضو مش بس بسمع اغاني يعني، بس مش على طول يعني. مش اللي هو انا دماغي على طول في الاغاني او التمثيل او الافلام. تغني طيب؟ لا ما بعرفش اغني، ما جربتش ومش عايزه اجرب. بتكلم بالعافيه. ما جربتيش؟ ها؟ لا صوتي مش حلو يعني. كل واحد وليه موهبه، ليه حاجه، فاهم؟ دي مش حتتي، دي مش النقطه بتاعتي. احط نفسي فيها ليه؟ فكرتيش خالص تخشي ورش تمثيل؟ بعرف امثل شويه، انا فاهمه، بس ما فكرتيش تخشي ورشه تمثيل تتعلمي اكتر ويبقى عندك؟ حاسه ان الواحد ما ينفعش يعني يحط دماغه او يحط حياته في حاجتين، لازم يبقى حاجه يعني. اصل انا دلوقتي وسط اعلانات ووسط تصوير ووسط تيك توك، ودلوقتي ابقى في وسط مدرسه، فهجيب وقت منين؟ شاكر ده مثلا اتجه للتمثيل وراح قدم في معهد فنون مسرحيه او معهد مسرحيه. انا شايفه عندي الموهبه بس ما عنديش صاحب بالين كداب يعني. ايه صاحب بالين كداب يعني، اصلا ما ينفعش تعملي حاجتين. حاسه ان انا هعمل كذا حاجه في نفس الوقت، وانا سني مش حاكم عليا ده. فاهماني؟ اللي هو انا لسه في دراسه، هروح دروس ولا هروح اعمل اعلانات ولا هفضل التيك توك. انا في اليوم ممكن انزل 7 فيديوهات على التيك توك، فانا هجيب منين مساحه لده كله؟ جيب ان انا اصلا يعني انا اصلا ما بصحاش. لا انا لازم احكي لكم حاجه تهلك من الضحك، وهي ايام ربنا ما يعودها يعني. لما اخذت الحكم فانا كلمتها قلت لها سوزي اهدي بقى شويه خالص، ما تطلعيش بقى تعملي فيديوهات واقعدي بقى كده لغايه ما نشوف ايه المصيبه اللي احنا فيها دي وكده. انا بقول عادي على فكره، يعني بقول حاجه مش متخيله خالص انها صعبه خالص. مش مصدقه. واكنك جبت سكينه ضربتها بيها، واكتئابات وحزن شديد، اكتشفتي انه ادمان، صح؟ ادمان، ايوه. ما يعني اقدرش ساعتها انا ما اقدرش اقعد بعيد عن التليفون، ما اقدرش يعني. انا لا قدر الله لو كنت اتحبست ما جيبوا لي تليفون. انتوا تصرفوا. ما اقدرش اقعد من غير التليفون ثانيه. ممكن اتخلى عن اي حد الا التليفون. ده نوع من الادمان برضه. طبعا في ناس مدمنه شوكليت، مدمنه مش عارفه ايه. برضه مش تليفون بس، انت مش قادره ما تطلعيش، مش قادره ابعد عن الميديا، مش قادره ابعد مثلا. يعني انا ما بردش على كومنتات ولا برد على الناس ولا اي حاجه خالص. بس انا لازم ابقى موجوده، لازم اضمن وجودي في الدنيا. يعني ازاي انا اختفي؟ فاهماني؟ ما ده حب الظهور ده. انا حتى لو اختفيت في حياه حد دي بتبقى صعبه قوي، ان انا اكون في حياتك واختفي عنك كده، دي بتبقى صعبه. يعني انا حتى لما باخد الخطوه دي ان انا اختفي عن حياه حد بتبقى كبيره قوي، ما اقدرش ابعد عن حد. فلو بعدت دي تخيلي ان انا كده عملت حاجه فوق ما قدرتي. بتفتقدي الحاجات يعني، فما بالك بقى شغلتك. لو انا فرقت حد دي صعبه قوي يعني. انا مش من النوع اللي بسيب حياه حد، فاهماني؟ يعني انا دلوقتي في حياتك مستحيل اسيبك، خلاص انا معاكي، انا خلاص احنا مع بعض على الخط. عشريه بقى. فلو انا طلعت من حياتك دي بعيده قوي، بعيده قوي بجد،